ايه رأيكم تيجوا نعمل فطير شرقي زي ما انتوا شايفين كده طري ومورق وطعمه حلو جدا. لو اول مرة تتفرج عليا فانا اسمي سارة وتعالى اوريكم طريقة سهلة قوي تعملوا بيها الفطير. بصوا دي العجينة اللي انا كنت مجهزاها، انا كنت منزلة فيديو قبل كده لطريقة الفطير، لو عايزين تشوفوا طريقة العجينة ارجعوا للفيديو وهتلاقوها. طريقته سهلة جدا، بيبقى دقيق على مية على ذرة ملح على سكر، وبنعجنهم ونسيبها ترتاح. الفكرة في الفيديو ده ان انا عاملة طريقة مختلفة شوية في طريقة فرد العجينة. المرة اللي فاتت فردت العجينة كده بنفس الطريقة وحطيت جواها الحشو وقفلت عليها، عشان في ناس بقى ما بتعرفش تقفل عليها وبتتقطع منها وبتبوظ وكده، فدي طريقة أسهل. جبت عجينة من اللي أنا كنت سايباها ترتاح وقعدت افردها كده، وحاطه جنبي بوله حاطه فيها معلقتين سمنه على شويه زيت، وبحط ايدي في السمنه وبفرد على العجينه، ده بيخلي العجينه معايا طريه جدا. بصوا بعدين بعد ما بفردها كويس قوي ببتدي اقطعها من الجناب كده من ناحيتين، واطبق كاننا بنطبق هدوم كده بالظبط. بصوا الشكل عامل ازاي، بطبق في النص بعد كده الجنب اليمين والجنب الشمال، وبقى ايه وبحط ايدي كده في السمنه والزيت وبحط ما بين الايه الراق والتاني، وباسيبها ترتاح برضو حوالي 5 دقايق أو 10 دقايق بالكتير قوي. بتطلع معانا العجينة طرية قوي، ولما بنيجي نفردها بتبقى سهلة قوي في الفرد. بصوا بجيب الصينية وهفرد فيها العجينة بعد ما سبتها ترتاح حوالي 10 دقايق. بصوا ببل ايديا بالسمنة وبرجع افرد العجينة تاني. بعد ما هفردها كويس قوي بحط عليها الحشو اللي انا عايزاه، باجيب الطبقة تانية من العجين اللي انا ركناه على جنب وبرضه بفردها، بس دي بفردها بره مش على الصينية. هفردها بره كويس قوي على الرخامة بتاعتي، طبعا الرخامة تكونوا غسلينها كويس قوي. وبعد كده هفرد العجينة كويس، ارجع بيها بقى بعد ما افردها على العجينة اللي انا فردتها على الصينية. بصوا مقطوعة فيها اي حاجة مفيش اي مشكلة خالص. دي طريقة اسهل للناس اللي مش عايزة تقفل على الحشو بتطبيقة كده لأنه بيبقى صعب عليهم. دي حطينا العجينة تحت وفردناها، وحطينا في النص الحشو، وجبت عجينة تانية فردتها ورحت حطاها عليها. بصوا بقى في الجناب كويس قوي، مفيش مشكلة من الأجزاء المقطعة اللي فوق دي، لأن أنا كده كده هعمل لها وش بيتزا، فمش هيفرق معايا خالص إن العجينة تكون مقطوعة من فوق. بصوا خلاص لميت العجينتين على بعض وحطيت على الوش برضو جبن، طبعا الحشو براحتكم، تدخل على فرن سخن وناخد بالنا لان هي ما بتاخدش وقت فيه خالص، طالعه مورقه وطعمها حلو جدا، فطير مشلتت، طعم السمنه باين فيه وطعم الحشو. انا هنا حطيت جبن، حطيت بسطرمه وطماطم وفلفل الوان. الطريقه دي كمان هتعجبكم قوي في الفطير، بجد طعمها بيبقى مختلف خالص. بصوا بقطعها، هي كانت سخنه جدا بس انا ما كنتش عايزه اصبر بصراحه، كنت عايزه اوريها لكم. كانت حلوة أوي، لازم تجربوها، لازم بجد هتعجبكم أوي وطريقتها سهلة. أهم حاجة إن انتوا لو عجبكم الوصفات اللي أنا بنزلها إن انتوا تعملوا لي لايك وتعملوا لي فولو، وما تنسوش في الكابشن كمان في كل الأكاونتس بتاعتي اللي أنا بنزل عليها الوصفات. بصوا دي أنا حبيت أنزلها لكم، أنا كان باقي معايا حتة عجينة صغيرة أوي، فردتها بالسمنة ورحت مدخلاها الفرن، كانت راق واحد يعني مش أكتر من راق. بصوا حتى كانت طالعة رفيعة ازاي، قطعتها ورحت جايبة علبة وحطيت عليها الفطير وحطيت لبن سخن أوي وسكر بودر، طلعت احلى فطيرة فيهم. لازم تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. وبس كده، يلا باي باي.